Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liman qala fi kitabihil karim, kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas, tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'd. أصحاب الفضيلة حيث تحكيم ولا أنسى سيادة المخلفين والمكرمين وإخواني في العقيدة ويا أيها المستمعون الكرام محبوب طيب. أولا هيا بنا نشكر الله تعالى عز وجل الذي قد أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ونعمة الله. ثانيا الصلاة والسلام على سيدنا آخر الزمان وهو شمس وبدر وهو نور فوق نور وهو إكسيل وغل، يعني حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الذي قد حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وحي الفضائل وتمم كرم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها المستمعون الكرام محبوب قال الله تعالى في آية القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة التوبة الآية 33. أيها المستمعون الكرام محبوب هذه الآية تشرح لنا كمال الدين الإسلام، يعني بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه المجهز بالقرآن الكريم مكملا لدين الإسلام ليحمي الدين الذي يعتنقه جميع البشر. كلام الله في القرآن الكريم ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية 3. أيها المستمعون الكرام محبوب دعونا نتذكر تاريخ الإسلام نجد بأن حل القريش في تقاتل وتجادل ليس له الإنسانية والأخوة بينهم والرق والعبادية قد كان عادة بينهم وطبيعة في ذلك الزمن كالأولاد دخلوا في الضلالة أو في طريق متوحل ليس فيه ضوء الذي أضاء لهم، فلذلك اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صار نبيا وأعطى القرآن ليكون هداية للناس وكان في ذلك الكتاب المصادر العلوم والشريعة والطريقة والمعاشرة والعبادة في هذه الدنيا. انتبه واحذر. لم يقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في انتشار عقيدة الإسلامية، لو كان كثير من المصائب والثقيلة والأركل الكثيرة والنبي يعيش في هذه الدنيا 63 سنة غير أن له نجاح عديدة كان نجاحه تغيير هذه الدنيا من الظلمات إلى النور. أيها المستمعون الكرام محبوب وفي الزمن الذهبية للإسلام ظهرت دولة عباسية وفي تلك الدولة عاش الناس عيشة آمنة مطمئنة
laisa fiha farqu baina ahadin wa ghairi wa fi umuril ijtima'i kanat tasiru bil talaqah wa hina dhalika kana al-islamu muntashirun ila qarati Awruba bal ba'da dalatil Abbasiyah kana al-islamu mutaakhiran qalilan fa qalilan talama sab'ata qurun wal an fi awakhiril qarnil 'ishrin nahadal muslimun fi biladin minal buldan kama tali fi biladi Amerika law kana al muslimun fi hadzal bilad tahta ri'ayati as-suhuniyah wa maqatal fi biladi Thailand law kana al muslimun fi hadzal bilad tahta ri'ayati al-budhiyah wa kama tali fi biladi Filipina law kana al muslimun fi hadzal bilad tahta ri'ayati umara wa ruyu wa ghairu dzalik walakinnal islam muntashiran fi ayyi biladin kana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi ayyuhal mustami'un al-kiram mahbubun akhiran kunna talibun wa shabanul muslimin hayya an nu'tiyahum wa nuqarribahum hatta takunu baldatuna hadhi ballatan tayyibatan wa rabbun ghafur wa kunna talibun wa shabanul muslimin hayya najtariu hadhil fursah wala fursata li'amri duwaida hayya 'alal falah hayya 'alal falah tayyib kafaitu kalami syukran katsiran wal akhir unzur ma qala wala tanzur man qala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.